مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني جدا. النهارده انا كنت قاعده زهقانه كده، فحبيت ان انا اروح اغير جو شويه في المكان المفضل ليا لما بكون مخنوقه باجي اقعد فيه. حديقه العبور. المكان على فكره انا مصوره لكم قبل كده واكيد طبعا ناس كتير قوي عارفاه. لو عايزين تشوفوه هتلاقوه عندي على الصفحه. وتفاصيله هو بس يعني تفاصيل التفاصيل اتغيرت حاجات بسيطة قوي، لكن هو المكان هو مفيش اي مشكلة. زي ما انتم شايفين كده القعدة هادية خالص، وطبعا في فيو ورايا. بس المهم انا دلوقتي قاعدة بقالي فترة، ودلوقتي بقى عايزة اروح البيت، وبفكر بقى ان انا يعني ميتة من الجوع. بصراحة عايزة اكل. ف يعني انا بفكر اعمل اكل ايه، فانا قررت ان انا هعمل سمك، بس مش هعمله مقلي، هعمله مشوي. بطريقة جديدة كده. لسه هجربها معاكم. كفاية بقى مقليات. خلينا كده نبقى ايه، روحنا حلوة يعني، نخس شوية ونظبط الدنيا ونعيش بصحة شوية. بس هعمل كل الخطوات معاكم. استنوني بقى. وعشان اوريكم هنعمل ايه بالتفاصيل، متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي. واخيرا خلاص هبتدي ان انا اجهز الاكل معاكم. زي ما انتم شايفين دي المكونات اللي انا هستخدمها في الاكل النهارده. حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده، مش حاجات كتير بقى وزحمه وكده، لا خالص. وحاجه سريعه كمان يعني مش هتاخد وقت ان شاء الله. اول حاجه انا جبت سمك فيليه. تمام. عامه هو السمك الفيليه بيجي شرائح كبيره، يعني ما بيبقاش صغير، لا بيبقى شرايح كبيره. وانتوا بقى بتقطعوها زي ما انتوا عايزين. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا غسلته بملح وليمون وخل كويس جدا. وجبت 4 فصوص توم، قطعتهم كده كده صغيره زي ما انتوا شايفين. اما بقى الطبق التاني ده فيه مكونات كتير جدا. فيه ايه؟ في جزرتين، انا بشرهم جزرتين صغيرين، بشرهم يعني بشر عادي. والبصل قطعته شرح شرح كده زي ما انتم شايفين. وفلفل رومي، الوان طبعا اخضر واحمر. وجبت كمان 2 طماطم بشرتهم، يعني عادي خالص، ابشروني يا جماعه. بس خلاص، ودي كانت مكونات الحاجات اللي انا هستخدمها في الشوي. مفيش اسهل من كده. نبتدي بقى ايه، نخش على الخطوات التانية. تمام، بعد كده هجيب البهارات اللي هي خلطة السمك، موجودة في اي سوبر ماركت وفي اي عطار، بس تحددوا هي بهارات نوع ايه بالظبط. انا جبت بهارات السمك. بجيب نص كوباية مية وبحط منها شوية، وبعدين بقلبهم مع بعض، وبعدين بنزل بيهم على الحاجات بتاعة السمك، الجزر والبصل والفلفل الرومي والحاجات دي كلها. وهحط كمان فصوص الثوم، وهقلبهم شوية مع بعض. وهروح بقى اجيب السمك عشان اجهزه، واحطهم على بعض وارجع تاني زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم كلهم مع بعض. ممكن تسيبوها من 10 دقايق ل15 دقيقة. بلاش تسيبوها اكتر من كده، علشان السمك رقيق قوي قوي قوي، بالذات السمك الفيليه يعني ممكن يبوش كده، بيبوش بسرعة، يعني سمك رقيق خالص يعني فيليه. لكن اي نوع سمك تاني عادي. هنا في خطوة اختياري عادي براحتكم جدا. انا كان عندي ورق زبدة فحطيته في الصينية، وحطيت السمك زي ما انتم شايفين كده، ورشيت شوية زيت من فوق، مش كتير، شوية زيت قليلين مش كتير خالص. وطبعا انا مجهزة الفرن علشان يخش يستوي، يكون كده الفرن سخن، ما يكونش يعني لسه بقى هيسخن وكده، لا. بس دلوقتي بقى هبتدي اجهز الرز الصيادية. جبت بصلاية، بصلتين قصدي، سوري، وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده، بشرتهم. وهخليهم بقى ان هم يوصلوا لدرجة ان هم يتحرقوا. ايوه. عايزة اقول لكم ان انا اول مرة اعمل رز الصيادية ده بجد. يعني بتمنى اكون
انجح فيه. بتمنى بجد يعني ما انا بتريق على نفسي. بعد ما سبت البصلة اتحرقت، نزلت بقى بمية مغلية، يعني مية سخنة، وبعد كده حطيت الملح، وبعد كده نزلت بالرز على المية. تمام. وطبعا انا كنت حاطه الملح خلاص وكل حاجه تمام، وهقفل بقى عليه واسيبه يستوي. وهنا كنت خلاص خلصته. عايزه اقول لكم ان هو يعني هو بصراحه حلو، بس بالنسبه لي انا يعني حسيت ان هو عجن مني شويه، بس مش مشكله، عادي جدا، مش عيب ان احنا نتعلم. دي اول مره في حياتي اعمل رز الصياديه، بس زي ما انتم شايفين كده يعني هو بجد يعني انا شايفه اني كويس يعني، ماشي الحال. نروح بقى نشوف السمك. وادي السمك اهو طلع من الفرن. بصوا تحس ان هو بيتزا، يعني هو مش بيتزا بس هو يديكوا احساس ان هو بيتزا بالظبط. ف هو بصراحه الشكل حلو قوي. وانا هروح دلوقتي اجيب طبق واجهز كل حاجه عشان اوريكم كمان من جوه عامل ازاي. طيب انا هنا عملت لي بقى شويه سلطه، وحطيت بقى الرز والليمون. اهم حاجه الليمون، انا بالنسبه لي الليمون مع السمك ده يعني عيش خاص يعني. بصوا انا هحاول دلوقتي اقطع لكم عشان تشوفوا كمان من جوه كان عامل ازاي. طيب بصوا من جوه كان عامل ازاي. اللحم ابيض، بجد بجد بجد، يعني مش قادره اوصف لكم بجد يا جماعه، جميل جدا. انا بالنسبه لي السمك تحفه 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 تحفه، يعني انا بعشق السمك اصلا بالذات بالشكل ده. فاعملوها يا جماعه، وما خدتش وقت خالص خالص خالص، من الاكلات السريعه قوي. بس وبعد ما خلصت اكل قلت بقى اعمل لي فنجان القهوه. فنجان القهوة بقى اللي هو ده يعني عندنا بنقول نحبس بيه، المصريين بيقولوا نحبس بيه، في ناس بتحبس بشاي، في ناس بتحبس بقهوة. بصراحة طلبت معي القهوة. أم، أحلى حاجة يعني بعد الأكل. ويا جماعة اعملوا الأكلة دي حلوة هتعجبكم، سريعة متاخدش وقت بالذات لو يومكم ضيق أو متأخرتوا، فدي حاجة مميزة أوي. تنسوش بقى نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان نوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير، باي باي.